السلام عليكم. عايز ابيع الكالون ده. الكالون ده بايظ، القلب بتاعه فين؟ هو ده بس اللي معايا، ما ملوش قلب. لا والله بايظ ما ينفعش. ليه تبيع خرده بقى؟ اي حد بتاع خرده ياخده منك. باع خردة مش هيجيب لك 20 30 جنيه، خلي بالك يعني. لو 20 30 جنيه. ما يفكرش ان هو يجيب لك سعر يعني ولا كده، هو مش هيجيب حاجه عشان القلب بتاعه مش موجود. هو اصلا هناخده خرده على كده. ده انا كنت عايز ابيعه حتى لو هيجيب لي 100 جنيه. لا مش هيجيب لك 100 جنيه. بس انا كنت محتاج ال 100 جنيه ضروري يعني. ليه خير يعني؟ اصل هو ابني في المستشفى وطالبين روشته وانا معيش فلوس ان انا اجيبها. بس هو مش هيجيب ال 100 جنيه يا حبيبي، هو عمره ما يجيب 100 جنيه. بس انت لو عايز 100 جنيه انا هديك ال 100 جنيه يعني. لا يخليك، لا انا عايز حاجه زي دي عادي سهل، خده وانا هديك ال 100 جنيه مفيش مشكله. انا عايز ابيعه بس برضه مش عايز اكون جاي عليه. لا يا عم سيبها لله، احنا كلنا اخوات مع بعض. لا بس يخليك. ايه المشكله؟ هو مش مش انت لو مش محتاج مش هيجيب لك كلام زي ده يعني. وانت والكلام معاك اهوت، ربنا يفرج عليك هتعمل. وانا مش عايز اكون جاي عليك والله، انا بس عايز ابيعه. لا يا حبيبي احنا اخوات مش حاجه، هو مش هيجيب حاجه. انا مش هجيب حاجه مش خالص. معايا خالص والله في اي حاجه. انا بقول لك ال 100 جنيه خليها معاك، خلي الكلام معاك فاهمني. اما تبقى ربنا يفرج عليك وكده عدى عليك. يعني حتى مش هجيب 50 جنيه. هقول لك ايه، ماشي انا خدت منك بال 100 جنيه طالما انت عايز خلاص مفيش مشكله. مش على كده، لا انا هقول لك ايه، هو مش هيجيب حاجه بس انا يعني عادي الموقف اللي انت فيه فعادي مفيش مشكله. والله مش عارف اقول لك ايه يا والله. حبيبي بس احنا اخوات يا حبيبي، احنا اخوات مفيش اي حاجه، ولا احتاج في اي حاجه في حماده هنا فوقت عليك. الله يخليك. مالكش دعوه انت بس. يعني كده مش هكون جاي عليك، انت بتقول ان هو سعره اقل. عادي مفيش مشكله. انا هعرف استخدمه في اي حاجه، اخد منه اي كده غير. يعني هو اصلا يشتغل كده غيار. اخد منه كده غير تمام. يعني امشي عادي مش هتكون مسامحني؟ مسامحك يا عم والله من غير حاجه. ماشي. عايز سلام، لو احتجت حاجه برضه تعالى لي هنا. انا يا غالي. دماغي غالي. مش حبيبي، عايز سلام. طب بص بقول لك امسك كده، هات الكالون. شايف الشنطه اللي انا لابسها دي؟ انا كل ده بصور على فكره. حبيبي حبيبي انت راجل محترم. ايه يا عم بصلح. الله يخليك. حبيبي والله. انت عامل ايه؟ اسمك كريمي بقى؟ اسمه حماد. حماده منين يا حماده؟ انا هنا من المنطقه، هنا من شارع الجلاء، المنصوره من شارع الجلاء. الله يخليك، اجدع ناس والله. حبيبي يا باشا. انا مش عارف اشكرك ازاي. يعني انت والله. انت اديتني 100 جنيه من غير اي حاجه. لو احتجت اكتر من كده برضه احنا الحمد لله ساعنا كلنا مسلمين يعني. واي حد بيتحط في دقيقه زي ديت في موقف زي ده لازم يعني. بس البني ادم يعني شواف بيبص للبني ادم اذا كان هو محتاج او مش محتاج او كده. فخلي بالك يعني بتبقى احساس جوه الواحد اذا كان البني ادم ده قدامك هيعوز الحاجه ديت لحاجه او هيستخدمها في حاجه وحشه او كده. فيعني الدنيا بخير لسه يا حبيبي، الدنيا بخير. هو الناس اللي زيكم والله كنوز. حبيبي الله يديك الصحة حبيبي. انت لو احتجت اي حاجة برضه اخوك حماده وطني هنا اهوت، احتجت في اي حاجة تحت امرك في اي وقت حبيبي يا حوس. الله يخليك. طب انا عايزك بقى تقول عنوانك للناس عشان اللي عايز يجي يعمل عندك حاجه. الاسطورة شارع الجلاء قدام مدرسة الزراعة، اسم الاسطورة حماده الاسطورة او حماده جلال. بتاع مفاتيح، بعمل خزن وعربيات وشقق وكل حاجة انت عايزينها تحت امركم في اي وقت. والناس اللي عندي هتيجي تشرفك برضه. على دماغي على دماغي نشرف بيهم في اي وقت يا حبيبي. ليه؟ عيش يا باشا. انا عايزك بس اهم حاجه اللي احنا صورناه ده عادي. يا عم زي على فكره اصحابك برضه كام واحد جري برضه عمل حد معاك. جالك عندك؟ كذا واحد والله بيقولوا حبايبي يعني كتير. طب هو في رقم تليفون ليك؟ 010 6 20 41 41 5. ماشي يا غالي. مش عايز اي حاجه؟ الله يستر معاك يا حبيبي. انت لو احتجت اي حاجه برضه احنا موجودين هنا. حبيبي يا شباب، ما شاء الله، الف سلام.